السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا جماعة اسمي محمد مسعود، الكل عارفني. أنا عايز الناس اللي بتسمعني وعارفاني تشارك الفيديو في كل مجموعة، عشان أنا في كارثة. أنا ومجموعة شباب زي العسل في كارثة، ومحدش هينجدنا غير ربنا سبحانه وتعالى ثم أنتم بإذن الله. إحنا مجموعة شباب كنا سافرنا صربية عن طريق مكتب اسمه سفر في مصر. المكتب ده اتفق معانا، قال لنا هتروحوا هناك الشركة اللي في صربية هتديكوا 1000 يورو شهريا، 980 يورو بالظبط شهريا. هتعمل لكم اقامات، العقد سنة. مضينا العقد سنة في مصر فعلا، ومضينا كل الأوراق وادينا لهم الفلوس. وقالوا لنا بس في حاجة لازم تتعمل. قلنا لهم ايه هي؟ قالوا لنا هتمضونا على وصل أمانة، ومش انت لوحدك اللي هتمضي، هتجيب ضامن يمضي من الدرجة الأولى، أبوك أو أمك أو أي حد من إخواتك. عملنا كده بالفعل، وجبنا كل واحد باع اللي وراه واللي قدامه، وكل واحد جاب أعز ماليه يضمنه في السفر ده، لأن كنا واثقين فيهم للأسف. وسافرنا صربية بالفعل، ورحنا هناك لا لقينا الراتب اللي كنا متفقين عليه، ولا لقينا إقامة ولا تأمين صحي ولا أي حاجة. شركة كانت بتعاملنا معاملة أشبه من معاملة العبيد، لدرجة ما استحملناش نكمل فيها شهر. ولما رحنا اشتكينا للسفير الأمر ازداد سوء، ومسكونا أنا وواحد صاحبي اسمه علي، وخطفونا في سيارة عشان نمضي على استقالة. جابوا لنا واحد عامل نفسه ظابط وقالوا لنا ده ظابط، وخدونا في سيارة عشان نمضي على استقالة، عشان رحنا اشتكينا للسفير، وفي اعتقادهم اللي احنا اللي بنحرض الناس وعايزين يمضونا على استقالة وعلى ورقة ترحيل. رفضنا ونزلنا من السيارة في الإشارة، ورحنا لكل جهة حقوق في صربية. رحنا لجميع المنظمات في صربية، منظمات حقوق العمال، واشتكينا، موثقين كل حاجة بالأدلة ان احنا اشتكينا. المشكلة الأكبر ان المكتب في مصر لما اتصلنا بيه قال لنا انا ماليش دعوة. المشكلة الأكبر والأنيل كمان ان المكتب دلوقتي بيبتزنا بالوصلات الأمانة. المكتب بالفعل رفع قضية على والدي، واتحكم فيها غيابي من غير ما يروح لابويا ورقة ان في قضية اترفعت ضده. راجل عنده 75 سنة 65 سنة رفعوا عليه قضية ايصال امانة بدون ايصال امانة على بياض، والقضية اتحكم فيها، ومعايا الورق ومعايا كل حاجة. شاركوا الفيديو يا جماعة. انا بناشد السادة المسؤولين انهم يتدخلوا وينقذونا من اللي احنا فيه. اللي احنا فيه محدش فيه، انقذونا. شركة سفر بتنصب على الناس وبتسفرهم على شركة لا بتعمل اقامات ولا اي حاجة، وعشان احنا غلابة وعايزين نسافر وعايزين نبني مستقبلنا وعايزين نأكل عيالنا بالحلال بنمضي. هنعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شاركوا الفيديو يا جماعة في كل الصفحات، شاركوه. عايزين قضيتنا توصل للمسؤولين، عايزين المسؤولين يتدخلوا ينقذونا من اللي احنا فيه. وناشد السادة المسؤولين بسرعة التدخل، حلوا لنا القضية ديت. مش عايزين اهالينا تتبهدل، مش عايزين اهالينا تتسجن. رافعين الشيكات على اهالينا، واحنا كمان ماضيين وصولات، ولما ننزل مصر هيرفعوها علينا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.